فاكر لما كنا بنتفرج على بكار زمان على الفطار؟ طب فاكر بوجي وطمطم وفوازير شريهان وعالم سمسم؟ فاكر تواشيح النقشبندي ودروس الشيخ الشعراوي اللي كانت بتيجي على القناة الأولى قبل ما مدفع رمضان يضرب ونتلم كلنا على السفرة على الفطار؟ كلها تفاصيل مليانة دفى ومشاعر وروحانيات كانت موجودة في رمضان بتاع زمان، مش رمضان بتاع دلوقتي اللي كله مسلسلات وإعلانات وفيديوهات على السوشيال ميديا. هو ازاي رمضان بقى له طعم مختلف كده؟ يمكن عشان الزمن اتغير، ولا يمكن احنا اللي اتغيرنا واحنا مش حاسين؟ تعالى اخدك معايا في رحلة نحاول نكتشف فيها مع بعض رمضان بتاع زمان راح فين. تعرف ان كل ما الوقت بيعدي كل ما الذكريات بترسم صورة جميلة في عقلنا كأنها قصة حلوة بس في الماضي، يعني عمرها ما هتتكرر تاني. هنا العقل البشري بينفذ نظرية اسمها الذاكرة المثالية. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده احنا بنبدأ ننسى اللحظات الصعبة اللي مرينا بيها زمان، وبيبدأ عقلنا بس يركز على التفاصيل الجميلة اللي كنا عايشينها. وهو ده بالظبط اللي بيحصل لنا لما بنفتكر رمضان زمان. بس لو فكرت شوية هتلاقي انه وقت كان له تحدياته وظروفه، زيه زي اي وقت احنا عشناه قبل كده وزي الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. يعني تلاقي الناس كلها على السوشيال ميديا بتقولك لا رمضان زمان ده كان حاجة تانية، كان في روح كده مش موجودة دلوقتي، العيلة كلها كانت بتتلم على السفرة، كانت أيام المسلسلات الرمضانية دي حدث الكل بيستناه، مفيش حد كان يقدر يفوت حلقة من مسلسل. كانت المسلسلات أصلا كلها في شهر رمضان عبارة عن مسلسلين أو 3، بس كان دايما فيهم رسائل قوية ودراما حقيقية. حتى برامج الأطفال اللي زي بوجي وطمطم وعالم سمسم وبكار كانت جزء أساسي من حياة كل طفل ساعتها. يعني ما كانش فيه المشتتات بتاعت دلوقتي، ما كناش بنشوف التلفزيون عشان نعدي الوقت، يعني حاجة كده شغالة في الخلفية وخلاص عشان احنا ماسكين الموبايل. كنا بنتفرج على التلفزيون فعلا عشان نستمتع بكل لحظة فيه واحنا مع العيلة. دلوقتي بقى تلاقي الناس بتقضي ساعات على الموبايل ومش مركزين اصلا مع المسلسل اللي شغال، والمسلسلات كلها ممكن تعمل 20 أو 30 مسلسل في الشهر الواحد، والناس بتتابع بس مفيش نفس العاطفة اللي كانت موجودة زمان. كان رمضان هو الشهر اللي بنستناه علشان نشبع من الروحانيات، تواشيح النقشبندي اللي كنا بنسمعها في سماعات الجوامع حوالينا، دروس الشيخ الشعراوي اللي كانت بتيجي كل يوم قبل الفطار. النهارده تواشيح النقشبندي موجوده ودروس الشيخ الشعراوي موجوده وبنشغلها، بس ما بقيناش بنسمعها بنفس العاطفه بتاعت زمان، فاهمني؟ والسؤال هنا، هي التكنولوجيا خلتنا نفقد جزء مهم من التجربه الرمضانيه بتاعت زمان؟ طب لو رجعنا لورا شويه وقلنا ان المسلسلات القديمه كانت مليانه قيم حقيقيه، وان يعني المسلسلات بتاعت دلوقتي مركزه اكتر مع الاحداث السياسيه والاجتماعيه، وفي طبعا منها كتير مشاهد دمويه وقاسيه وتركيز اكبر على العنف وعلى الصراع الاجتماعي. طيب هو ده بيدخل في روح رمضان وبيشوه الصوره الجميله الهاديه ليه؟ الحقيقه ان المسلسلات اللي بقت جزء اساسي من اليوم خلقت حاله من الضغوط الاعلاميه اللي بتخلي الناس تركز على حاجات ممكن تكون بعيده كل البعد عن روح الشهر الكريم، زي المنافسه بين المسلسلات والإعلانات. وأحيانا الإعلام بيضخم لحظات رمضانية بعينها عشان تحس إن أنت لو ما حضرتش لحظات معينة فأنت كده فايتك كتير، فطبيعي إن ده يخلق حالة من التوتر. زمان مثلا كانت الناس مشغولة أكتر في رمضان بالعبادات وبالعلاقات الاجتماعية، كان وقت الفطار والسحور هو وقت اللمة، كانت الدنيا بسيطة والحياة كانت أهدى، الجيران كانوا زي الإخوات، كل يوم طبق كان طالع وطبق نازل مليان من خيرات ربنا. لكن دلوقتي وبسبب الحياة السريعة اللي احنا عايشينها واوقات شغلنا الطويلة وطبعا السوشيال ميديا اللي ما بتسيبش حد في حاله، رمضان للأسف بقى مليان ضغوطات وحاجات كتير بتخلينا مش عارفين ولا قادرين حتى نقضي وقت مع العيلة. ده انت نادرا ما بتلاقي نفسك تعرف جيرانك اصلا، وبدلنا لمتنا بلمة افتراضية على السوشيال ميديا، وبنرجع نسأل واحنا مش حاسين برمضان ليه؟ ده حتى الصلاه والعباده في رمضان كان زمان ليها طعم مختلف يا اخي، سكينه كده وهدوء وقت الصلاه وقراءه القران والتراويح. لكن دلوقتي بتلاقي نفسك حتى مش قادر تركز في العباده بسبب المشتتات الكتير اللي موجوده حواليك، عايز تخلص بسرعه عشان تروح تلحق المسلسل الفلاني ولا برنامج المقالب اللي انت ملحقتش تتفرج عليه على الفطار، ولا حتى تمسك موبايلك تقعد تتفرج على الستوريز اللي كلها على اغنيه رمضان في مصر حاجه تانية. زمان مثلا كان رمضان كله مناسبات اجتماعيه وزيارات عائليه، كان في نوع كده من الاحتفاليه الشعبيه المميزه لرمضان. لكن النهارده ومع الضغوط الاقتصاديه ومع الضغط المادي الزايد على الناس، احتفالات رمضان بقت اقل، او خلينا نقول ان هي بقت في خيم رمضانيه واماكن عامه مش كل الناس تقدر تروحها، فبقى كل واحد فيه اللي مكفيه ومركز مع حاله وبيقضي اليوم قدام المسلسل وخلاص. وده يرجعنا لسؤال، هو احنا اللي اتغيرنا؟ يعني بمرور الوقت كده بقينا مشغولين اكتر بالتكنولوجيا لدرجه ان روح رمضان ما بقتش موجوده، ولا رمضان هو اللي اتغير بسبب التغييرات السريعه اللي حصلت في المجتمع؟ الواقع ان التغيير بيحصل مع الزمن، وان الناس بمرور الوقت بيبقى عندهم اهتمامات وعادات جديده. المشكله ما بقتش في رمضان،
المشكله ان بقينا احنا نادرا ما بندور على الروحانيات وسط التكنولوجيا الكتير اللي موجوده حوالينا. يعني من الاخر مش رمضان هو اللي اتغير، احنا اللي اتغيرنا. بس انا عايزه اقول لك ان الفجوه دي مش معناها خالص ان روحانيات رمضان بتاعت زمان ما بقتش موجوده، لا بالعكس، الموضوع كله بس تغيير في اولويات الناس، وده طبيعي ومنطقي في الزمن اللي احنا عايشينه دلوقتي. لكن المهم في النهايه هو اننا نعيش اللحظه ونبطل نحبس نفسنا في سجن الحنين للماضي. رمضان مش لازم يكون زي ما كان زمان، يمكن دلوقتي في تحديات وضغوط اكبر، انا معاك، لكن في نفس الوقت لسه في فرصه للتغيير والتقرب لربنا والاستمتاع بكل لحظه. قولي بقى، انت من الناس اللي شايفه ان رمضان زمان كان حاجه تانية ولا دلوقتي ليه طعمه المميز؟ شاركنا رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو واشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. باي.